تخيل إنه في ملك من 4500 سنة قرر يبني مبنى لسه الناس لحد النهاردة مش فاهمين اتبنى ازاي، واللي عمله مش بس هرم، دي كانت معجزة بشرية. الملك خوفو كان تاني ملوك الأسرة الرابعة، وده الراجل اللي أمر ببناء الهرم الأكبر في الجيزة اللي لحد النهاردة بيتصنف كواحدة من عجائب الدنيا السبعة. بس الغريب إن الملك خوفو هو نفسه ما سابش تماثيل كتير، ومفيش غير تمثال صغير جدا ليه، والتمثال ده معمول من العاج. وده اللي خلى ناس كتير تقول إن المصريين القدماء ما كانوش بيعبدوا الملوك، لكن كانوا بيحترموهم كرموز مقدسة. الهرم اللي بناه الملك خوفو بيتكون من أكتر من 2 مليون و300 ألف حجر، الواحد فيهم ممكن يوصل وزنه ل 15 طن، ومفيش حد في العالم لحد النهاردة قدر يعرف بالظبط ازاي الحجارة دي اترصب بدقة، ولا حتى ازاي اتنقلت من المحاجر لحد الجيزة. بعض الباحثين بيقولوا انهم استخدموا منحدرات ضخمة او زلاجات حجرية، وفي ناس تانية بتقول انهم استعانوا بذكاء هندسي خارق كان سابق عصره ب1000 سنة. الملك خوفو ما كانش مجرد ملك عايز يعمل مقبرة، ده كان بيحاول يسيب بصمة خالدة في وجه التاريخ. وبالفعل الهرم اللي بناه لسه واقف متحدي الزمن والطبيعة، وعلشان كده لما تشوف الهرم الكبير افتكر ان وراه قصة ملك قدر يحول رملة وصخور لأعجوبة من أعاجيب البشرية. ولو القصة دي عجبتك اعمل لايك واشترك في القناة، واستنى الفيديو الجديد من سلسلة أسرار القدماء المصريين.